في كلام كتير جدا بيتقال بلغات مختلفة واحنا مش عارفين هو ليه بيتقال كده. ما تيجوا نعرف هو ليه بيتقال كده. وكلمات منتشرة جدا طبعا، من ضمن الكلمات المنتشرة دي جدا 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 كلمة تي شيرت. التي شيرت طبعا هو التي شيرت. التي شيرت هو بيتكتب كده، بتتكتب كده تي وبعدين داش كده وبعدين كلمة شيرت، تي شيرت. طب ليه تي شيرت بيتسمى التي شيرت؟ كلمة شيرت يعني قميص. القميص اللي هو القميص العادي اللي هو فيه سليفز وزراير وكده. السليفز اللي هو الزراير السليفز الكمام، والزراير اللي هي الباتنز وكده اهو. فالشيرت اللي هو القميص العادي بيبقى فيه سليفز كمام وزراير وبيبقى ليه شكل معين. لكن التي شيرت بيكون من غير سليفز، بيكون من غير كمام. فلما بيتحط التي شيرت بيبقى واخد الشكل ده. مش ده شكل التي شيرت لان مفيش كمام وفي نفس الوقت مفيش كولر، مفيش ياقه، فهو بياخد الشكل ده. فبياخد شكل حرف التي، وعشان كده اسمه تي شيرت. طبعا دي كلمه شائعه جدا جدا جدا، معروفه طبعا تي شيرت وبتسال كتير جدا، لكن مش معروف ليه بيتقال تي شيرت. هو ده السبب، ان هو واخد شكل حرف التي عشان مفيش سليفز ومفيش كولر. ده التي شيرت. جود luck.